السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده جايين نعلمكم ازاي انكم تحطوا خلفيه او باك جراوند لشخصيه الفيديو بتاعتي في برنامج فيتيوب استوديو. زي ما اتعلمنا ازاي نحط الكاركتر جوه الابليكيشن، هنتعلم ازاي نغير الخلفيه. الابليكيشن فيه خلفيات كتيره، ما انا مش عايزه، انا عايز خلفيه جديده. فطبعا يعني اول حاجه احنا معانا البرنامج محملينه، هنفتحه كده نبص بصه، يعني هوريكم الباك جراوند عموما اللي بتكون موجوده جوه. طبعا يعني الابليكيشن نصيحة مني عشان الناس اللي لقت مشاكل في ان هو مش بيستجيب او كده، احنا نعمل فيديو عليها، ولكن ينصح ان اول ما التطبيق يديك اكسس على حاجة اديله اوكي. اول ما يقولك اي حاجة قول له اوكي، ما تتجاهلش الرسالة، لان دي بيبقى منها حاجات ان هو عايز اذن للتحرك بتاع الشخصية وما الى ذلك. فاحنا نضغط على علامة الباك جراوند اللي هي لونها اخضر من ضمن الخيارات دي، اللي لونها اخضر اللي هي رقم 3 من فوق. هنضغط على علامة الصور اللي موجودة فيها عشان نجيب الباك جراوند اوريدي المتواجدة عندنا على الجهاز. ولكن قبل ذلك يعني خلينا نحط اي كاركتر عموما، وليكن مثلا ايه، بلاش كاركتر جديدة، خلينا نحط حتى القطة اللي لونها اسود دي بس. واول ما تختار الشخصية اضغط اوكي عليها. فهذه القطة اللي لونها اسود، يعني ايا كان، يعني ايا كان الكاركتر عموما، انا بس عايزة اغير الباك جراوند اللي ورا الشخصية دي. فالقطة دي بتتحرك تمام اهي، يعني كده حركتها شغالة معايا كده، كده شغال. شوف انا الكاميرا اوكي معايا، يعني كله شغال، انا ما ظبطتش الاعدادات او حاجه، انا اوريدي حملت التطبيق معاكم. انا كل مره بحذفه وبحمله تاني عشان اشوف المشاكل اللي عند الناس لو انا بفتحه لاول مره. فحرفيا انا ما ظبطتش اي حاجه في الاعدادات، انا مجرد ان انا فتحته معاكم بس القطه شغاله معايا. طيب بالنسبه للباك جراوند بقى، العلامه اللي لونها اخضر دي كل الباك جراوند المتوفره، في منها الكرومه الخضراء لو انتوا حابين ترجعوا تغيروا بقى الباك جراوند في ابلكيشن تاني وهكذا. طب ليه احنا نغير الباك جراوند في ابلكيشن تاني واحنا بامكاننا اصلا ان احنا نحط يعني باك جراوند جوه التطبيق ده؟ فهنعمل ايه بنفس الطريقه اللي فاتت، هنخرج بره الابلكيشن خالص، هنروح على جوجل عشان نروح نحمل يعني شويه صور يعني خاصه بشخصيات الفيتيوب اللي بتكون في الباك جراوند. طبعا اي شخصيه مناسبه معاك، بس انا بحب اكتب فيتيوب باك جراوند. هنكتب فيتيوب كده اهو على جوجل عادي، فيتيوب باك جراوند. تمام. في منها حاجات بفلوس ومنها حاجات مجانية، بس نحاول ايه ننتقي الحاجات المجانية اللي بتكون جودتها كويس. ممكن نحمل من على موقع بوست، ده هنبقى نتكلم عليه بعدين ازاي نجيب باك جراوند من على موقع بوست، طبعا ده هو اصلا خاص بالفيتيوب، ولكن انا هختار اللي هو اللي لونها ازرق ده. ليه؟ لان في حاجات كتيرة مجانية فانا معتادة ان انا بجيبها منها. ف ابسط برنامج يعني. تعالوا ننزل بصة نبص على الحاجات اللي موجودة فيه تحت، اللي هي الابليكيشن او الباك جراوند اللي موجودة تحت، منها حاجات كويسة جدا 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 والجودة بتاعتها كويسة. فخلينا نشوف منها المناسب اللي ممكن يمشي على القطة. اللي فاتت دي كانت تنفع، بس خلينا نحمل حاجة سيمبل اكتر. دول برضو كويسين ودي كويسة. انا عايزة حاجة فيها كرسي عشان اقعد القطة عليها عايزة القطة تقعد على الكرسي. دي يعني مقبولة نوعا ما، خلينا نحملها. دي برضو شكلها لطيف نوعا ما. تضغط ضغطة مطولة وتنزيل الصورة بس بتتحمل معاك، مش عايزة اكتر من كده. خلينا نشوف حاجة فيها كرسي كده، يعني دي برضو لطيفة. الحاجات اللي عليها ستار من فوق او علامة التاج دي معناها ان هي بفلوس، فبالتالي ما ننفعش ان احنا ايه. اعتقد دي فيها كرسي، في كرسي هناك اهو، ايوه في كرسي هناك اهو، خلينا ننزل دي. عشان انت بتبقى اختار مثلا الكاركتر بتاعتك، فانت عايزها ان هي تقعد او عايزها ان هي تعمل تبقى موجودة في مكان او كده. فانا بحب ان طالما اخترت القطة فاختار لها كرسي. تمام كده. هدخل بعد كده على الملفات بتاعتي الجهاز اللي هي ملفاتي، ويمكن الشكل بتاعها شفاف شوية عندي ولكن اتمنى يكون واضح. هفتح ملفاتي. طيب انا حملت الصور خلاص، انا بقى هروح اعمل فولدر جوه فولدر بتاع فيتيوب استوديو. ازاي؟ هنفتح الذاكرة الداخلية للجهاز او وحدة التخزين الداخلية ايا كان اسمها، بعدين هنضغط اندرويد، بعدين هنضغط داتا زي ما احنا متعودين، هندور على كلمة اسمها دينيتشي فيتيوب استوديو، دينيتشي فيتيوب استوديو، بعديها فايلز، بعديها هنختار لايف 2 دي موديلز. تمام كده. طيب
هنضغط على علامة الباك جراوند بعد ما اخترنا، هنضغط على علامة الباك جراوند. تمام. وبعدين المفروض نعمل فولدر جديد هنا المرة دي زي ما احنا متعودين. لا، المرة دي مش هنعمل فولدر جديد، احنا هنلاقي كل الباك جراوندز القديمة. ما احنا هنعمل ايه؟ هنروح للباك جراوند اللي احنا لسه محملينها دي، دور عليهم في التحميلات الباك جراوند اللي احنا محملينها، وحددهم التلاتة مثلا او الاربعة لو انت محمل كذا واحدة. ده اول واحدة، وده التانية، وده التالتة، لان التلاتة اللي انا محملهم. وهضغط على علامة نقل اللي كانت موجودة تحت. هروح اوديهم فين بقى؟ هوديهم في نفس اللي انا لسه جاي منه من شوية، وحدة التخزين الداخلية، اندرويدز، داتا، دينيتشي في تيوب ستوديو، هي فوق، بعدين فايلز، بعدين باك جراوندز الاول واحدة اللي موجودة. ونعمل ايه؟ لصق هنا. خلاص احنا نقلناهم من هناك لجوه الباك جراوند بتاعت الابليكيشن. روح بقى افتح الابليكيشن بتاعك مرة تانية، وافتح الباك جراوندز اللي احنا متعودين عليها اللي هي لونها اخضر اللي بتبقى في الجنب. هتلاقي الباك جراوند الجديده اللي انت لسه ضايفها اتضافت معاها كده على طول. يبقى اي باك جراوند انت نفسك تحطها ضيفها عليه. طبعا يعني الابليكيشن بيديك حاجات في البدايه، فاستناه عشان الدنيا ما تعقدش. اضغط اوكي على كل حاجه. لسه واحده كمان نضغط عليها اوكي، اديله الاذن ان هو ايه كل حاجه مع الشخصيه الكاركتر دي. بعدين نضغط على العلامه بتاعه الخلفيه باك جراوند اللي لونها اخضر، ضغطت عليها. هتلاقوا بصوا اول واحده دي اسمها ما كانش موجود قبل كده، دي انا لسه ضايفها من شويه. فاضغط عليها واضغط سيلكت من تحت. دي اول باك جراوند اتحطت عندي. ايه رايكم؟ انا بقى مش محتاج بقى ان انا اعمل كرومه خضراء واروح ابلكيشن تاني واعمله، لا انا اوريدي انا حملت الخلفيات. طيب تعال نشوف الخلفيتين التانيين كمان اهمت اللي هم شكلهم مختلف. اضغط عليهم واحدده وبس كده خلاص. يعني الباك جراوند بتاعتي اتحطت، ودي الباك جراوند بتاعت الكرسي اللي انا كنت نفسي احطها. اجيب القطه بقى احطها عليها كده في الجنب، او احطها فوقيها. احاول ان انا اصغرها كده بايديا بصوابعي الاتنين، واحاول ان انا احطها. لو انت عايز تعمل محتوى بقى يلا يوميات قطه مثلا هتبقى حاجه كويسه يعني. فمش شرط شخصيه الفيديو بتاعتك تكون شخصيه كاركتر وانمي، لا ممكن تكون حاجه سيمبل خالص بسيطه مفيش فيها اي حاجه، بس انت عندك محتواك قطه مثلا بتحكي مشاكلها اليوميه ايه المشكله محتوى زي ده. فطبعا يعني هي الحركه بتاعتها كويسه كذلك. لو احنا اتحركنا كده، هي طلعت من فوق الكرسي شويه بس هي بتتحرك كده تمام معانا. حتى القطه بترمش وبتغمز وبتعمل يمين وشمال برضو زيها معانا. فاهلا بيك. هو ده شخصيه الفيديو بتاعتك. المشكله لو انت رسمت مثلا حاجه سيمبل حاول انت تتحركها. اتمنى يكون مفيد. مع السلامه.